في خبر كده يا جماعة بصراحة مش ولا بد. بيقول لك ان الفتح السعودي القيد عنده نوقف 3 فترات. وبيقول لك كمان ان المدير الفني الجديد للفتح السعودي بقاله فترة في النادي ما كسبش ولا مباراة ودية ولا مباراة رسمية. وبيقول لك برضه لسه واكل على قفاه 9-0 في الدوري السعودي، يعني ارتكب اكبر فضيحة في الدوري السعودي هذا السيزون ب9-0 امام الهلال السعودي. من هو المدير الفني الجهبذ الذي لم تلد ولادة في الدولة البرتغالية؟ جوزيه جوميز، اللي كان بيدرب الزمالك واخد معاه سوبر افريقي واخد معاه كونفدرالية افريقية. هو انت يا ابني مفكر ليك انت يا جوميز؟ أنا بقول لك كده ليك انت، خلي بالك. تعالى بقى كده اسمع كابتن مصر بيقول لك ايه. هو انت مفكر ان انت لما تروح وتسيب الزمالك وتروح اي نادي اخر باي مبلغ نادي كبير ضخم هتنجح وهتحقق نجاح زي النجاح اللي انت حققته في الزمالك؟ مستحيل. وده يدل على ايه؟ ده الصراحه يا جماعه انا مش شمتان عشان بس تقولوا بس ان انا شمتان وبشمت والكلام ده، لا اللهم لا شماته، ولكن انا مبسوط فيه، انا مبسوط فيه وفرحان فيه بصراحه. انا بكلمك بمنتهى الامانه يا جوميز يا محترم. احمد مجدي وكل الجهاز الفني بتاعك شايفين وقفتكم وانتوا واكلين هو انتوا فاكرين النجاح اللي انتوا قدرتوا انكم انتوا تعملوه في الزمالك؟ لا، اصل انت مش انت اللي صنعت النجاح ده. النجاح ده الزمالك هو اللي صنعك بفضل الله سبحانه وتعالى، اولا بفضل اسم نادي الزمالك. بس مجرد ان انت مدرب الزمالك انت اصلا كده. تعال شوف الزمالك يلا دلوقتي جاب العراب كريستيان جروس جده او ب 89 سنه، جابه من البيت، مسك الزمالك بسم الله ما شاء الله ماشي بخطوه ثابته. والزمالك الان فارق بينه وبين المتصدر نقطه واحده، والزمالك متصدر مجموعته في الكونفدراليه، وان شاء الله باذن الله الزمالك بطل الدوري وباذن الله الزمالك بطل الكونفدراليه من غيرك انت وجهازك. الزمالك هو من يصنع النجوم، الزمالك هو من يصنع اللاعبين. والرساله دي مش لمدير فني الزمالك جوميز بس، للجهاز الفني واللاعب. عشان هنا انا عايز اقول رساله لجمهور الزمالك: ما تتعلقش باي لاعب ولا تتعلق باي مدرب، هما اللي بيندموا في الاول وفي الاخر. وجوزيه جوميز ده مش هينجح في اي نادي تاني هيمسكه. انا بقول لك هو باذن الله تعالى مش هيعمل النجاح اللي عمله في الزمالك ده. وده بيدل فما يدل على من بني على باطل فهو باطل. صح، بس تحس ان الزمالك ده نادي مبروك، نادي فيه بركه كده بجد. لو رجعنا كده بالزمن 2020 لما باتريس كارتيرون برضه راح الزمالك كده وطلب من مجلس اداره الزمالك ان هو يفسخ تعاقده لانه جاي له برضه عرض مغري قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، سبحان الله. راح برضه السعوديه ودرب نادي سعودي وكان برضه على قفاه 6. انا والله العظيم ما هنسى الماتش ده. وعايز اقول لك وساب برضو السعوديه ورجع الزمالك مره اخرى عشان ربنا يقدر انه يحقق نجاح اخر ويفوز مع الزمالك بالدوري المصري بفضل الله اولا. بس بقى معرفه انت الزمالك ولاعيبه كتيره جدا جدا مشيت من نادي الزمالك وتكبرت وتعالت على نادي الزمالك بسبب الماده او بسبب الاغراءات الماديه وفشلت، ما سمعناش عنهم حاجه تاني. يبقى المفروض احنا كجمهور نتعظ ونهدى شويه، ما نروحش بقى نتلحس ورا اللعيبه وابوس ايدك جدد مش عارف يمين ومش عارف ايه، جدد يا مش عارف يمين ولا لا. اللي يجدد يجدد واللي يستمر يستمر مهما كان الاهداف اللي سجلها ومهما كان البطولات اللي خدها ومهما كان نجوميته في الفرقه ومهما كان مساعدته ومساهمته في الفوز للفريق، مش هيبقى اكبر من الزمالك. يوم ما يفكر كده انه يتعالى على النادي اللي عمله بعد الله سبحانه وتعالى، لا غور في داهيه مش عايزينك. والله لو طلعنا واحد من الناشئين، اصل يعني بعض الجماهير لما زيزو مشي وقال لك ان زيزو عايز يمشي في النادي، طلع لك شويه ناس انا بصراحه يعني انا ما اعرفش جايين منين انا داهيه دول اصلا، او مش عارف جايين منين. يقول لك ايه انا بعت مش عارف ايه اللي حيلتي عشان زيزو يجدد، وكلام كده عبيط واهبل من ناس اصلا يعني الله يسهل عليهم. الزمالك هو اللي بيصنع ده. النجم هيمشي هيجي نجم غيره، فياريت نتعلم من النقطة دي. فأنا مش مبسوط، أنا عايز الموقف اللي جوميز ده عامله ده يكون عبرة لكل اللعيبة ولكل الناس. بس كده. كان معكم كابتن مصر، سلام عليكم.